السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة، ربنا يجعلها سنة سعيدة وخير علينا جميعا يا رب العالمين. تعالوا النهاردة نعمل كوكيز سهل وبسيط ونتيجته مضمونة جدا بإذن الله. نقدمه في أعياد الميلاد وفي أعياد رأس السنة. تعالوا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف عملنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا جبت معايا نص كوبايه من العسل الاسود. هنكسر عليه بيضايه، وطبعا مادام حطينا بيض اوعوا تنسوا الفانيليا ورا البيض على طول. جبت بقى معلقه كبيره من الزبده، زبده طريه بدرجه حراره المطبخ. وادي الفانيليا بتاعتنا معانا اهي. وهجيب معلقه صغيره من البيكنج باودر ونقلب الخليط مع بعضه. واوعوا تنسوا رشه الملح اللي بنحطها في كل الحلويات بتاعتنا. بعد كده معايا كوبايتين ونص من الدقيق. هنزل بكوباية والكوباية التانية هنزل بيها شوية شوية، وهخلي النص كوباية في الآخر احتاجته أو ما احتاجتهوش. هنقلب بقى الخليط، وبعد ما نقلب الخليط في الدقيق ننزل بالكوباية التانية. والكوباية دي يا ولاد وزنها 150 جرام، يعني لو هتستعملي كوباية 200 جرام يبقى مش هتستعملي زيادة عن كوبايتين ان شاء الله، او على حسب ما تاخد معاكي السوائل دي. احنا طبعا عارفين ان كل دقيق بيختلف عن غيره، فاحنا هنعمل خليط السوائل بتاعتنا وبعد كده ننزل عليها بالدقيق على حسب ما تاخد معانا. هنقلب تقلبتين بالمعلقة كده، وبعد كده بقى بايدي. انا مش عايزة اعجن البسكويتات يا ولاد، ما بتتعجنش. لو عجنتيها الدقيق هيعمل عرق والبسكوتة هتنشف معاكي. البسكويتات عامة بنلم عليها الدقيق بس. انا كده لميت الدقيق بصوابعي كده. وبعد كده هجيب صينية واكون دهنها رشة زيت كده بسيطة. بعد كده بقى اجيب شويه شوكولاته شيبس. والشوكولاته الشيبس طبعا احنا عملناها مع بعضنا في القناه، سهله جدا. هو مكعب شوكولاته بتسيحيه وبنعمل بيه الشوكولاته الشيبس. لو عايزين اللينك بتاع الفيديو الشوكولاته ابقى اسيبه لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. كان ممكن احط شوكولاته كمان اول ما حطيت الدقيق، بس انا نسيتها وبعد كده حطيتها عادي. انا قلبت الشوكولاته في قلبها لان هعمل شويه بسكوت من غير شوكولاته على الوش، واعمل شويه بسكوت بالشوكولاته على الوش، فكده يبقى البسكوت كله في قلبه شوكولاته. بعد كده بنقطع بقى من العجينة على طول، ما بنسيبهاش تستريح ولا حاجة، هي مش محتاجة ان هي تستريح. باخد البسكوتة بقطعها على حسب حجم البسكوتة اللي انت عايزاه. يعني عايزة حجم بسكوتة كبير، عايزة حجم بسكوتة صغير، على حسب ما انت عايزة. بتقطعي التقطيعة اللي تعجبك. بعد كده البسكوتة اللي من غير شوكولاتة على وشها هحطها على جنب في الصينية، والبسكوتة اللي على وشها شوكولاتة هحطها على جنب تاني في الصينية. وزي ما انتوا شايفين الشوكولات شيبس بيلزق في العجينة من غير ما تدهنيها اي حاجة، مجرد انك بتحطي العجينة عليها بتروح لازقة على طول زي ما انتوا شايفين كده. هعمل جنب بقى للشوكولاتة وجنب للبسكوت من غير شوكولاتة. والبسكوت ده سهل وبسيط، ومكوناته عندنا في كل بيت، يعني اللي هنبعت نشتري حاجة ولا هنجيب حاجة من بره. عندنا ان كان بيضاية ان كان شوية عسل، وهي نص كوباية عسل، ما تزوديش عن كده. وبتعمليه ونتيجته كمان مضمونة، يعني ده بسكوت نتيجته مضمونة جدا. يعني مش زي باقي البسكويتات ممكن يفشل مننا او مقاديره ما تبقاش مظبوطه. لا، ده ان شاء الله مقاديره مظبوطه، وان شاء الله نتيجته مضمونه جدا باذن الله. يعني ممكن لو اي بنوته صغيره قامت عملته دلوقتي هتعمله هيبقى تحفه من ايديها. بعد كده بقى هجيب البصمه بتاعتي الكحك، وهبصم البسكويتات اللي هي ما فيهاش شوكولاته من على الوش، او اي فورمه موجوده عندك. لو ما فيش حتى بشوكه او اي حاجه ما فيش اي مشكله، اي فورمه عندك شكلي البسكوته بيها. بعد كده هاخدها على فرن 180. الرف الوسطاني مشغله الفرن من تحت بس. هسيبها تقريبا ربع ساعة، من ربع لتلت ساعة، مش هتاخد زيادة عن كده. ما تزوديش عليها عشان ما تنشفش منك في الفرن. وزي ما انتوا شايفين انا سايبة فراغ بين البسكوتة والبسكوتة التانية. بعد كده البسكوت خرج معايا من الفرن، بركنه دقيقتين بس لحد ما يستريح. واديكوا شايفين البسكوتة جميلة ازاي. دي البسكوتة اللي فيها شوكليت شيبس زي ما انتوا شايفين، وارضية البسكوتة مستوية وجميلة وشكلها تحفة. تعالوا بقى مع بعضينا كده نشوف البسكوتة وقلبها جميل ازاي. بسكوتة ناعمة وطرية زي ما انتوا شايفين، جميلة.
وطعمها جميل جدا، طعم العسل جميل وجديد فيها. البسكوت ده بيفرح الولاد جدا، وخاصة لو لفيته لهم لفة جميلة كده هيفرحوا بيها جدا. تفرقيه عليهم في أعياد رأس السنة أو في أعياد الميلاد، هيفرحوا بيه بشكل غير طبيعي، ما انتش متصورة قد ايه. خاصة لو حطيتيها لهم في أي كيس كده ولفتيها لهم لفة بسيطة كده بشكل جميل، هيفرحوا بيها جدا جدا جدا. يلا بقى اعمليها لهم، وكل سنة وانت طيبة، وقدمها لهم في أعياد الميلاد. كل سنة وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو ان شاء الله ما تنسوش تدخلوا قناتي، تعملوا لي لايك وتعملوا لي اشتراك. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعلها سنة سعيدة علينا جميعا يا رب العالمين. بالهنا والشفا، صباحكم فل.